السلام عليكم ورحمة الله متتبعي، مرحبا بكم في عدد جديد من الفقرة الإخبارية الرجاوية. قررت لجنة الاستئناف بالرابطة الوطنية لكرة القدم للمحترفين تخفيف الإيقاف المفروض على مشجع نادي الرجاء الرياضي. وبحسب مطلعين على الأمر، قررت لجنة الاستئناف تخفيف عقوبة الإيقاف بحق نادي الرجاء من 4 مباريات نافذتين إلى مباراتين نافذتين، ومثلهما موقوفة التنفيذ. وكانت اللجنة التأديبية التابعة للعصبة الاحترافية قد قررت معاقبة نادي. واضطر نادي الرجاء الرياضي إلى إجراء 2 مباريات بدون جمهور بسبب أعمال الشغب قبل أن يلعب الفريق الأخضر مع فريق المغرب التطواني الزائر على ملعب ثانية الرمل. وكانت إدارة النادي الرجاوي قد استأنفت في وقت سابق ضد الإيقاف، حيث أكد المكتب المديري أن أعمال الشغب حدثت خارج الملعب وليس داخله، مرجحاً أن المباراة لم تشهد أي إزعاج من قبل جماهير الرجاوي وتم إيقاف الرجاء بعد أن لعب مباراتين بدون جمهور، وسيلعب مباراته المقبلة ضد أولمبيك آسفي في كأس العرش بدون جمهور. أعلن فريق الرجاء الرياضي عن نهاية عملية بيع التذاكر الافتراضية التي أطلقها النادي للمرة الثانية هذا الموسم قبل مباراته الأخيرة أمام شباب السوالم الرياضي عن الجولة 24 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي. وكشف المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي عبر بيان رسمي لجماهيره الوفية عن انتهاء عملية بيع التذاكر الافتراضية بمجموع 153. وسبق للفريق الأخضر أن جمع في المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر الافتراضية، والتي خصت مباراة النسور أمام أولمبيك أسفي برسم الجولة 22 حوالي 327 ألف درهم، منها 270 ألف درهم من داخل المغرب مقابل 52 ألف درهم من خارج المغرب. وسبق للفريق الأخضر أن جمع في المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر الافتراضية، والتي خصت مباراة النسور أمام أولمبيك أسفي برسم الجولة 22 حوالي 327 ألف درهم، منها 270 ألف درهم من داخل المغرب مقابل 52 ألف درهم من خارج المغرب. وتقدم اللاعب حسين رحيمي باعتذاره لكل مكونات فريقه الأم بعد تسجيله هدف في مرماه، كما اعتذر لجماهير السوالم على الهزيمة في المباراة ب3 أهداف مقابل هدف واحد. وقال اللاعب المذكور في تصريح صحفي بعد مواجهة الرجاء والسوالم: أعتذر لفريق الرجاء الرياضي على الهدف. وزاد اللاعب المذكور أنه يعتذر أيضا لجماهير فريقه السوالم على هذه النتيجة السلبية، مشيرا إلى أن اللاعبين سيتداركون هذه الهزيمة في القادم من المباريات. يشار إلى أن اللاعب الحسين رحيمي هو شقيق سفيان الرحيمي نجم فريق العين الإماراتي ولاعب المنتخب الوطن، يجاور فريق السوالم الرياضي هذا الموسم كمعار من الرجاء الرياضي. لا تنسوا الاشتراك.